انقطاع طمس، بيبقى في هوت فلاشز سخونة السيدة كده. بتحس بحرارة مفاجأة، مودها في مود سوينجز بتحصل. الفترة بتاعة انقطاع الطمس أو المينوبوز، هل بينفع إن احنا نحاول نحسن من الحالة العامة اللي بتوصل ليها الست في الفترة دي غذائيا، ولا ده ما بينفعش؟ بينفع طبعا، مهم. لأن هو اللي حاصل في الفترة دي باختصار أعراضها بتبقى إيه؟ هي تغييرات هرمونية. مهم. طبعا بتبقى انقطاع طمس، بيبقى في هوت فلاشز سخونة السيدة كده. بتحس مهم. بحرارة مفاجأة، بتحس ان حرقها مثلا قل شوية، طبيعة اكلها متغيرة، مودها في مود سوينجز بتحصل. طبيعة اكلها من الحاجات المؤثرة جدا على الموضوع ده. مهم انها تحافظ على كمية بروتين مناسبة لسنها ووزنها وطبيعة حياتها، محتاجة دهون بكميات معينة، محتاجة فيتامينز ومينرالز تبقى بتركيزات معينة. الشوكولاتة الغامقة يعني حتى بنسب قليلة، لو نسبة الكاكاو 50%، أو يفضل طبعا 70 أو 70 80 لو و60. أنا بستسيغ طعمها يعني. مهم. لكن هي فوائدها فيها كمية دهون صحية تقريبا قد اللي في المكسرات، فبتظبط مودي، بتساعدني ان انا اخد نسبة دهون محتاجاها. مهم. مع القهوة بقى يا سلام، موضوع تاني. انرجي، مهم. ضبط حرق، دهون صحية خدتها، فانا لا، فوائدها كتير، بس بشرط متبقاش على الفاضي والمليان.